تخيل توصل لجزيرة مش بس غريبة، لكن الجزيرة نفسها حية. جزيرة فوق ظهرها مخلوق عملاق عايش من آلاف السنين وبيتحرك في البحر. دي مش مجرد بداية مغامرة جديدة، دي بداية أسرار كانت مستخبية من زمان. بعد نهاية دريس روزا العالم اتغير، لكن اللي جاي أخطر بكتير من ما تتخيل. قبيلة كاملة اتدمرت، أعداء ظهروا من العدم، وسر اسمه رافيتيل بدأ يبان لأول مرة. مين هم المنك وإيه اللي حصل ليهم، وليه جاك دمر الجزيرة كلها، وإيه السر اللي هيربط لوفي بعالم الون بيس الحقيقي. استعد، لان اللي انت هتشوفه دلوقتي مش مجرد موسم جديد وخلاص، دي بدايه الطريق للملك الحقيقي للبحار. وعشان كده لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من ون بيس فراح شوفها الاول. في الموسم اللي فات عرفنا ان لوفي والطاقم بتاعه دخلوا دريس روزا، بلد كلها كانت تحت حكم الطاغيه دوفلامينجو اللي قدر يتحكم في الناس ويحول الابرياء لدمى ويخفي الحقيقه سنين طويله. وبعد كده لوفي بيدخل الكالسيوم وقابل مقاتلين اقوياء، ومن هنا بدا التحالف الحقيقي. والقرصان لاو كشف خطته وهدفه كان اسقاط دوفلامينجو والانتقام لكورازون. وفي اللحظة اللي الكل كان فاكر فيها ان الامل انتهى، لوفي ظهر بقوة مرعبة وتحول لجير 4 وضرب اقوى ضربة شافها الموسم كله، واسقط واحد من اخطر التنانين السماوية. وبانتصار لوفي دريس روزا اتحررت وتكون اسطول ضخم تحت قيادته. لكن اللي حصل هناك كان مجرد بداية، لان العالم كله بدأ يتحرك وتهديد اكبر بكتير كان مستنيهم في زو. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكاية. وفي الوقت ده لوفي واللي معاه كانوا على متن السفينة ورايحين على جزيرة زو علشان يقابلوا بقية الطاقم. وبنشوف بارتولوميو اللي بيكون قاعد مع القراصنه اللي بقوا اتباع لوفي وبيقول لهم بصوا انا عرفت استجوب طاقم قبعه القش وعرفت قصتهم. وبيفضل يحكي ليهم قصه لوفي وازاي اتعرف على افراد طاقم قبعه القش واحد واحد من ايام زورو لحد نامي وسانجي واوسوب وكل الناس الحلوه دي. وطبعا الاحداث دي كلها احنا عارفينها وعشنا معاهم القصه لحظه بلحظه، واللي ما شافش الكلام ده يقدر يشوفه في الملخصات اللي فاتت ويعيش المغامره الكامله من اول وجديد. نرجع لموضوعنا. بيعدي اسبوع من ساعه لما ابتدت الرحله بتاعه الطاقم بعيد عن دريس روزا، واخيرا قربوا يوصلوا من زو. ولكن الغريب ان معظم الناس على السفينه ابتدوا يتعبوا وبيبقوا مش قادرين انهم يكملوا الرحله، وبيكونوا في حاله من الاعياء والجو بيكون صعب والوضع اقل ما يقال عنه انه كارثي. لكن ساعتها بيظهر قدامهم مخلوق ضخم ومرعب شبه الفيل الكبير كده، ده اكبر من جزيره كامله. وساعتها لو بيفجر للطاقم مفاجاه غير متوقعه وبيقول لهم احنا وصلنا خلاص، هي دي جزيره زو. طب ازاي يعني؟ وبيبتدي لو يشرح وبيقول في الحقيقه جزيره زو فوق ظهر الفيل الضخم ده، والجزيره دي تعتبر موجوده من الاف السنين، والفيل هو مش واقف في مكانه، هو متحرك، وده بيخلي اصلا العثور على الجزيره اصعب من العادي. والجزيره اللي فوق ظهر الفيل دي عليها قبيله عايشه هناك من زمان جدا، وفعلا بيقربوا من الفيل اكتر واكتر. وساعتها بيلاقوا صاني وبيكون الطاقم مبسوط بشده انهم لقوا صاني واخيرا، وبيطلعوا على السفينه. ولكن ساعتها بتبتدي تتحرك لوحدها. طب ازاي؟ وبيكتشف الطاقم ان السفينه مربوطه في واحده من رجلين الفيل، فابتدى الفيل يتحرك، فبالتالي السفينه هي كمان بتتحرك. المهم بنشوف بعد كده مقر الجيش الثوري، وبنشوف القائد العام للجيش وهو مانكي دي دراجون، ايوه ابو لوفي، وبيكون بيسمع اخر المعلومات عن العالم بعد اللي حصل في دريس روزا وايه توابع وقوع دوفلامينجو وعيلته. وبنكتشف ان الاسلحه اللي كان بيهربها دوفلامينجو وعيلته كان فيها نوع معين من المعادن نادر جدا، وهو معدن حديد الخمر، وده معدن مش منتشر. وابتدى الجيش الثوري يعمل عليه ابحاث علشان يعرف سبب استخدامه. وكمان دراجون بيطلب من كوالا انها تتكلم مع كل القاده الكبار اللي تبع الجيش الثوري في كل انحاء العالم، لانها يحتاجهم قريب جدا. من الواضح كده ان دراجون ناوي على حاجه كبيره قوي. وبعد كده بنشوف واحد من القراصنه اسمه لافيت ومشهور باسم مأمور الشيطان، والراجل ده يبقى واحد من قائد السفن الفايلق الخاص باللحيه السوداء. وده لان اللحيه السوداء واحد من اليونيكو، فهو تحتيه شويه من طواقم القراصنه زي طاقم القرصان لافيت. المهم بيجي الاتصال وبيكون قاعد معاه القرصان شاريو المطر، وزي ما انتم عارفين ده واحد من رجاله اللحيه السوداء بعد اللي حصل في امبل داون. والاتصال اللي بيجي ليهم بيكون من باراجس اللي بيكون بيتصل بيهم وبيقول لهم انا ما اعرفش انا فين ولا ايه الجزيره دي، ولكن انتم لازم تيجوا هنا بسرعه واستخدموا ورقه فيفر علشان تعرفوا انا فين. وبارجس كمان بيطلب منهم انهم يجيبوا معاهم الدوك كيو، وده علشان يعالجه، وده لان اصابته بليغه جدا. فبيكون لافيت مش فاهم حاجه وبيقول له مصاب ايه وانت فين وايه الجزيره دي. فساعتها بارجس بيكشف ليهم الصدمه الكبرى وبيقول لهم انا لقيت الجزيره اللي فيها المقر بتاع الجيش الثوري، واحنا لو جينا هنا واخدنا الاسلحه اللي هنا ودمرنا الجيش الثوري هنبقى لا نقهر. وبعد كده بنروح لواحد من الجزر وبيكون حصل فيها مجزره حرفيا، والوضع هناك بيكون دمار شامل. بس مين اللي عمل كده؟ في الحقيقه اللي عمل كده هو واحد اسمه ادوارد ويفل، وبيقول ان ابن اللحيه البيضاء وكان على راسه 480 مليون بري قبل كده، يعني مش شخص سهل. وويفل بيكون متعصب بشده وعمال يقول انا ابن اللحيه البيضاء، انا المفروض الوريث بتاعه، لازم الكل يخاف مني، بغض النظر اللي هو شكله عبيط اصلا. لكن بنكتشف ان مش لوحده، ده معاه امه اللي بيكون اسمها باكين، واللي بتاعت تقول له انا بقول لك اهو انت ابن اللحيه البيضاء، انت ابن البيولوجي الوحيد والمفروض تبقى وريثه الشرعي، وبتقول له انت المفروض ترجع تاني تعمل الطاقم بتاعه وتبقى القائد بتاعهم، المفروض تروح تجيب
ماركو العنقاء وبقيه الرجاله علشان يكونوا عون وسند ليه. وساعتها بيجي ليهم طائر بيكون شايل الجرايد وبيعرفوا منه خبر ان دوفلامينجو وقع على ايد لوفي، فبتتعصب باكين بشده وبتقول انت المفروض تخلص على حفيد جرب الحقير ده. المهم بقى بعدها بنشوف باجي اللي بيكون في جزيرته وسط الطاقم بتاعه وبيوصل لهم اخبار اللي حصل لدوفلامينجو، فبيكون مبسوط جدا وبيطلب من رجالته انهم يبتدوا يخرجوا يعملوا مشاكل في اي حته يروحوا فيها. وبعد كده بنرجع من تاني لطاقم قبعه القش اللي في الوقت ده بيكونوا بيستعدوا علشان يروحوا فوق الفيل، وبغض النظر ان مسافه كبيره ولكن حل المشكله دي كان عند كانجورو اللي رسم تنين كبير قوي علشان يكون وسيله مواصلات ليهم. بس في الحقيقه التنين ده بيبقى مجهد شويتين ثلاثه وما هوش قادر يطير وتعبان وحالته حاله، ولكنهم بيركبوا فيه وهو بيبتدي يتسلق الفيل الضخم ده. وساعتها بيودع لوفي اتباعه وبيروح مع الطاقم بتاعه علشان يكملوا مغامرتهم، وبارتولوميو بيقعد يبكي لانه مش مصدق ان اخيرا بقى جزء من طاقم قبعه القش. المهم بقى ان التنين اللي على قده ده بيفضل يتسلق رجلين الفيل، ولكن في لحظه معينه ايده بتفلت وبيبتدي انه يتزحلق ويقع بيهم، وبيفضل يقع لحد لما بيكون خلاص هيقع بيهم في البحر وبيكونوا خايفين بشده، وده لان نصهم من مستخدمين فكه الشيطان. ولكن في اخر ثانيه بيمسك نفسه وبيقدر انه يمسك في الفيل، بس طبعا محتاج يتسلق كل اللي هو اتسلقه مره تانية، وبيكون الطاقم خايف لحسن التنين ما عرفش يعمل كده. وساعتها بيسالوا كينمون وكانجورو انتم عاوزين تروحوا هنا ليه اصلا؟ مش انتم كانت دي وجهتكم قبل ما تروحوا دريس روزا؟ فبيقولوا ليهم ايوه هنقول لكم على الهدف لما نطلع فوق، ولكن اللي نقدر نقوله دلوقتي اننا جايين نقابل نينجا. وفي الوقت ده وسط ما هم بيتكلموا فجاه بيقع عليهم من فوق قرد صغير كده وبيلبس في وش كينمون وكانجورو وبياخدهم وبيقعوا من فوق التنين، وبيكون بقيه الطاقم خايف عليهم ولكنهم بيطمنوهم وبيقولوا لهم احنا لسه عايشين واحنا هنحصلكم. فساعتها الطاقم بيطلب من التنين ان ينزل علشان يجيب كانجورو وكينمون، لكن بيكون متكحرت اصلا وغلبان ومش قادر يتحرك، فبيكمل طلع لفوق وبيتجاهل كلامهم. المهم بيكملوا في طريقهم والوقت بيمر لحد لما خلاص بيكونوا شايفين قمه الفيل، بس لوفي بتروح عليه نومه وبيقع من فوق ظهر التنين، ولكنه بيلحق نفسه وبيمسك في التنين وبيتشعلق فيه باستخدام قوه المطاط بتاعته. بس طبعا التنين بتكون صحته على قد وكان هيقع، وبنعرف ساعتها اسم التنين ده وهو ريانوسكي، وبيفضل يشجعوا فيه ويقولوا يلا انت راجل وقدها يلا خلاص هنوصل. فبيتشجع ريانوسكي وبيفتح سبرنت وبيطير على القمه، وفعلا اخيرا بيقدر انه يوصل بيهم للقمه، والكل بيكون فرحان بيه ومبسوطين وبيفضلوا يحتفلوا بيه وحرفيا بيكونوا شايلينه في السماء. ولكن اللحظات الحلوه دي مش بتكمل، وده لان ريانوسكي خلاص ادى المهمه بتاعته وبيختفي وبيرجع يتحول من تاني لمجرد رسمه عاديه، والطاقم بيكون زعلان على فراقه، ولكنهم بيكونوا لازم يكملوا في طريقهم. وفعلا بيلاقوا نفسهم قدام بوابه بتاعت مدينه كبيره، ولكن الغريب ان البوابه دي مفيش حد عليها من الحراس والدنيا هاديه قوي، فبيدخلوا جوه ولكن بحذر وبيوصلوا لحد المدينه نفسها، ولكن برضه مفيش حد، ولكن بيكونوا مدركين انهم مش لوحدهم وان في ناس هنا. وفعلا في اللحظه دي بيحسوا ان في حد ما قريب منهم وانه هيهاجم عليهم، فساعتها بيستعد زورو علشان يخلص عليه. وفعلا فجاه بيتم المهاجمه عليهم من بنت غريبه شبه الارنب كده اسمها كاروت، ولكن زورو بيقدر ان يحدد مكانها وبيكون هيضربها، ولكنها بتبقى رشيقه جدا وبتتفادى الضربه. بس ساعتها بتيجي واحده تانية بتكون راكبه فوق تمساح كبير وبتهاجم الطاقم علشان كاروت تهرب، ولكن الغريب ان البنت دي بتبقى لابسه لبس نامي، فساعتها الطاقم بيكون خايف جدا على نامي واللي معاها اصل يكون حصل لهم حاجه طالما هي لابسه لبسها. وساعتها لو بيقول لهم القبيله دي تبقى قبيله المانك، ولكن في الوقت ده لوفي بيخلع من القتال وحرفيا بيختفي، وبنكتشف ان تاه وراح عند شجره كبيره قوي وابتدى يتسلقها علشان نشوف الجزيره كلها من فوق الشجره دي، لكن بيكون في حد بيراقبه. نرجع تاني للقتال اللي كان بين زورو وكاروت، بيبقى زورو مستغرب من السيف اللي معاهم لان اول ما صد ضربته حس بصعقه غريبه، لكن البنت التانية اللي مع كاروت بتقول لها احنا لازم ننجز حالنا ونوقفهم قبل ما يتعصبوا الحراس، وساعتها كلنا هنبقى في مشكله كبيره. وساعتها كاروت بتنط في الهواء وحرفيا بتطير وبتكون بتستطلع المكان، وبتلاقي معركه دايره بعيد عنهم عند الشجره الضخمه، والمعركه دي بتبقى بين لوفي ووحشين ضخمين جدا. المهم ان كاروت بتركب على التمساح مع البنت التانية وبيطلعوا يتحركوا بسرعه على المكان بتاع لوفي علشان يوقفوا الكارثه اللي هتحصل، ولكن قبل ما يتحركوا بيقولوا لبقيه افراد الطاقم على مكان معين في الغابه، المكان ده هيلاقوا فيه جثه حد من صحابهم. يا ترى قصدهم على مين؟ وبيكون الطاقم كله قلقان، ولكن لو بيقول لهم ان يعرف حد في الجزيره دي معاه ورقه فيفر بتشير لمكانه فهيروح ليه الاول واكيد هو يقدر يساعدهم. نرجع بقى لوفي اللي بيكون بيحارب في وحشين عباره عن حيوانات بتتكلم. الاول عباره عن سور كبير اسمه رودي وبيقدر يستخدم قدرات الكهرباء، والتاني عباره عن غوريلا ضخمه وبيكون رودي عمال يضرب لوفي ضربات كهربائيه، ولكن طبعا مش بتاثر فيه لانه مطاطي، لكن رودي مش بيستسلم وبيحاول انه يخلص على لوفي بكل الطرق الممكنه، ولكن مفيش اي فايده. لوفي في مستوى تاني خالص لحد لما فجاه بيجي مجموعه من الحيوانات وبتطلب من رودي ان يوقف، وده لانهم عارفين لوفي ولكن رودي بيرفض، فواحد منهم بيحاول يوقف رودي بالقوه، ولكن ساعتها الغوريلا بيتدخل علشان يوقفه ويخلي القتال اللي بين رودي ولوفي يكمل، ولكن قبل ما القتال يبقى اكبر بتتدخل واخيرا كاروت واللي معاها، وبيقدروا انهم يهدوا رودي والغوريلا اللي بنعرف اللي اسمه بي بي، وهم الاثنين حراس الجزء ده من الغابه اللي معروف باسم غابه الحوت، وده بسبب الشجره الكبيره اللي على شكل حوت اللي في المكان. وبالنسبه للبنت اللي مع كاروت
واللي اسمها واندا، وهي واحده من محاربي قبيله المنك. وبتتكلم واندا مع لوفي وبتعرفه ان المفروض ما يكونش هنا، وان الحراس دورهم انهم يوقفوا الدخلاء عند حدهم. وبتبتدي واندا تتكلم بصوت عالي وبتطلب من الحراس انهم يسامحوا لوفي وانها تاخده معاها. وساعتها بيظهر عدد كبير من الحراس من كل مكان اللي بيكونوا تحت قياده حارس شبه التايجر اسمه بيدرو، وكلهم بيسيبوا لوفي وبيمشوا. ولكن الغريب ان لوفي ما كانش حاسس بالعدد ده كله. المهم بقى ان بعدها بيجي الناس اللي حاولوا ينقذوا لوفي في الاول، والدب ده بيكون لوفي شافه بعد حرب القمه، وهو اللي اعتنى بلوفي بعد الحرب وكان من طاقم لاو. ولكن لوفي ذاكرته ضعيفه كالعاده وما كانش فاكره. وبنعرف ان الدب ده اسم بيبو وهو ملاح الطاقم. المهم في وسط ما هم بيتكلموا وانت بتكشف للوفي حقيقه اللي بيحصل هنا، وبتقول له المدينه اللي هنا على ظهر فيل معروفه بس دقيه موكومو، وهي مدينه قديمه ومشهوره. ولكن كل الكلام ده كان لحد من اسبوعين فاتوا، وده لان من اسبوعين المدينه اتدمرت على ايد جاك. يا ترى مين جاك ده؟ المهم نرجع من تاني لما تبقى من الطاقم اللي راح على المدينه اللي واندا كانت بتتكلم عليها، واكتشفوا فعلا انها اتدمرت بشكل كامل على ايد شخص او مخلوق ما كان كبير جدا وحجمه مرعب. ومن الواضح ان المخلوق ده كان بيتم تعذيبه، ولكنه فلت وهو اللي دمر المدينه. ولكن فجاه بيبتدي يحصل زلزال كبير قوي في المنطقه كلها بيحس بيه لوفي وبقيه الطاقم. وساعتها واندا بتقول له اركب معايا بسرعه على ظهر التمساح وتعالى نروح ننقذ صحابك، ده ثوران المياه. وبنكتشف ان الثوران ده عباره عن زلومه الفيل الضخم اللي هو عليه، وهي بترش ميه على ظهره، فبالتالي المدينه بيحصل فيها فيضان ضخم. وفعلا الفيضان ده بيغرق كل حاجه حتى لوفي، واللي طبعا مش عارف يتحرك بسبب فكه الشيطان، ولكن كارت بتنقذه. وفي الوقت ده بيكون كينمان وكانجورو بيتسلقوا الفيل من تاني، والمره دي على ظهر قطه، ولكن بيجي فيضان المياه بتاع الفيل وبيوقعهم من تاني. وبعد ما بيتم انقاذ لوفي بتبتدي واندا تفهمه اللي بيحصل، وبتقول له كل اللي بيحصل ده بسبب ان الفيل اللي احنا فيه على ظهره اسمه زونيشيا، وهو بيرش الميه كده مرتين في اليوم. وبنكتشف ان المدينه وكل السكان بتوع المنطقه هم في الحقيقه اتعودوا على الموضوع ده خلاص، فحتى تصميم المدينه بيبقى معمول بحيث ان يستوعب الميه دي. المهم الكل بينجو من الفيضان ده وبيكونوا بخير. ولكن وسط ما لوفي واللي معاه في المدينه بيعدي عند المنطقه اللي كان بيتم فيها التعذيب، فساعتها واندا بتكون متضايقه وبتقعد تفتكر في الذكريات اللي كانت حصلت اثناء عمليه التعذيب دي. المهم بيكملوا في طريقهم، ومع الوقت المياه بتختفي، وده لان جلد الفيل اللي هم فوقيه بيمتص المياه، وساعتها التمساح بيطير حرفيا وبيكون سريع جدا. وبيكملوا في طريقهم لحد لما بيجي بقيه الطاقم وبيعترضوا طريق لوفي واللي معاه، وده لانهم كانوا خايفين على لوفي لانهم من بعيد شافوا كاروت وهي بتعض في ودان لوفي وكانت بتهزر معاه، ولكن هم كانوا فاكرين انها اكلت لحوم بشر. وفي الاول اوسوب بيقعد يهدد في واندا وكاروت، ولكنهم بيقولوا ليه ان كل ده سوء تفاهم. وبنكتشف ساعتها انهم كلهم واقفين قدام بوابه حصن كبير، ولكن الطاقم ما كانش شايف الحصن ده بسبب الضباب، وبيكون جوه الضباب ده نامي وكمان تشوبر، وبيكونوا عايشين عيشه ملوكي من الاخر. المهم انهم لما الحراس بيعرفوا ان ده لوفي وان دول قبعه القش بيكون مبسوطين بشده، وكل قبيله المنك بتظهر والكل بيكون مبسوط وبيقعدوا يرحبوا بلوفي واللي معاه، وبيتجمع كل افراد الطاقم مع بعض. ولكن ساعتها نامي بتروح على لوفي وبتقعد تبكي وبتقول له الحق سانجي. وبعد كده نرجع من تاني لكينمان وكانجورو اللي بيكونوا لسه بيتسلقوا الفيل زي ما هم، ومن الواضح كده انهم مش هيوصلوا ولا بعد قرن بالمعدل اللي هم ماشيين بيه ده. نرجع بقى من تاني للطاقم اللي في المدينه وبيعملوا حفله كبيره وبيقعدوا ياكلوا والكل بيكون مبسوط. طب وسانجي اللي كانت نامي عماله تعيط بسببه. المهم انهم وسط ما هم قاعدين بيجي فجاه بروك اللي بيكون عمال يجري وهدومه متقطعه وحالته حاله، وبنكتشف ان السبب في كده هو ان الكلاب اللي من قبيله المنك بتجري وراه وشايفينه عظمه، وطبعا الكلاب بتحب العض وبتقعد تعضعض فيه. بس بروك بيحذر بقيه الطاقم بيقول لهم احنا مش عاوزين حد فينا يجيب سيره الساموراي ولا جزيره وانو ولا اي حاجه ليها علاقه بالناس دول، لان الناس اللي هنا مش بتحب السيره دي وبتضايقهم بشده وبتخليهم متعصبين. فبيكون كل افراد طاقم قبعه القش مش فاهمين حاجه وبيقولوا لنامي هو ايه اللي بيحصل هنا، احنا عاوزين نفهم ايه اللي حصل من اول ما سبتونا في دريس روزا. وبتبتدي تحكي ليهم نامي ايه اللي حصل في خلال ال 11 يوم اللي فاتوا من ساعه لما سابوا دريس روزا لحد لما وصلوا لزو. وبتبتدي تقول الموضوع كله ابتدى من ساعه لما سفينه البيج مام كانت عماله تجري ورانا، وده لانهم شافوا سيزر، وطبعا سيزر هم بيجروا وراه وعاوزين ياخدوه. وبتبتدي المطارده اللي بينهم، ولكن ساعتها سانجي بياخد اذن من لوفي بالتدخل والقتال، وفعلا بيبتدوا يحاولوا يعملوا خطه علشان يحاولوا انهم يدخلوا في قتال مع سفينه البيج مام. وبيبتدي كل واحد من افراد الطاقم يعمل حاجه، يعني بروك بيستخدم قدرات سيف الجليد وبيوقف الطلقات، وتشوبر بيستخدم تعزيز الوحش، وساعتها تشوبر بيروح ماسك شويه من القنابل اللي بتترمي عليهم وبيرميها في السماء، وبيروح سانجي عليها وبيطلق على سفينه البيج مام وبيدمر جزء كبير منها. فابتدت السفينه تدخل في حاله حرجه وبقيه الطاقم مش عارف يعمل ايه، ولكن في الوقت ده نامي كمان بتتدخل وبتعمل ضباب بحيث انهم يعرفوا يهربوا، وطاقم البيج مام ما بيلحقش بيهم. وتاني يوم بيوصلوا لجزيره زو، وفي نفس اليوم ده كان حصل كارثه اللي حصلت في المدينه والدمار والهلاك اللي حصل، ولكن لولا تدخل الطاقم وخصوصا تشوبر اللي ابتدى يعالج في الناس كان زمان في اموات كتير، ومن ضمن الاموات دول كان هيكون الدوق اللي هو ملك الجزيره. ولكن ساعتها وسط ما هم قاعدين بيحكوا بيجي لهم اخبار ان الدوق انوراشي صحى من الغيبوبه اللي كان فيها،
فالكل بيفرح وبينبسط وبيروح تشوبر علشان يشوفه ويعالجه لو كان لسه محتاج معالجه. وساعتها بنكتشف ان الجزيره دي مش ليها ملك واحد بس، لا دي لها ملكين. الدوق انواراشي هو ملك النهار وده كان مصاب، وفي ملك تاني وهو ملك الليل اسمه السيد ميكو ماموشي، وكل واحد منهم بيحمي الجزيره في الوقت بتاعه، وهما الاثنين بيحكموا الجزيره وبيبتدوا يتحركوا على مكان الملك. لكن في الوقت ده لاو بيقابل بيبو واللي معاه، واللي بيكونوا مبسوطين بشده انهم شافوا لاو وبيقولوا ليه احنا عارفين كل حاجه وانك خلصت على دوفلامينجو. المهم بيكملوا في التحرك، وبتبتدي واندا تتكلم على اللي بيحصل هنا وبتقول المدينه اللي احنا فيها دلوقتي دي مش المدينه الاساسيه، ولكن المدينه الاساسيه بتاعتنا هي المدينه اللي تم تدميرها. وبتحكي بقى ايه اللي حصل بالظبط، وبتقول الدنيا كانت هاديه والكل كان عايش في سعاده لحد لما في يوم من الايام رن الجرس بتاع دخول الاعداء، اللي من كتر ما هو ما رنش من زمان الناس ما كانتش فاهمه ده جرس ايه بالظبط. المهم ان الاعداء دول اول ما دخلوا في المدينه فضلوا انهم يدمروا فيها لحد لما حصروا اهلها. وساعتها بنشوف القائد بتاعهم اللي عباره عن ماموس ضخم اسمه جاك الجفاف، وهو واحد من اقوى اتباع كايدو، وهو واحد من 3 بيطلق عليهم اسم الكوارث ال3. ولما بنشوف الطاقم بتاعه بنكتشف ان الناس دول كانوا بيجروا ورا سانجي والفريق بتاعه اول ما دخلوا زو لو فاكرين. المهم ان جاك ورجالته كانوا جايين هنا علشان يبحثوا عن واحد من بلاد وانو اسمه رايزو، ولكن محدش من زو كان عارف حاجه عن رايزو ده ولا عارفين مكانه فين. وبنكتشف ان رايزو ده يبقى النينجا، ولكن ساعتها كل السكان بتوع المدينه بيقولوا انهم ما يعرفوش حاجه عن رايزو ومش هيعرفوا يساعدوا جاك. فبيتعصب هو ورجالته اللي بيكونوا من ضمنهم واحد اسمه شيبس هيد، وده معروف باسم نجم الموهوبين وده من قراصنه مملكه الحيوان. المهم انهم بيدمروا في المدينه اكتر واكتر، وبيبتدي رجاله جاك في الهجوم. ولكن ساعتها بنكتشف ان كل اهالي قبيله المنك متدربين على القتال وبيكونوا بيستخدموا مهاره غريبه شبه الكهرباء وبيكهربوا بيها الاعداء. ولكن ساعتها بيدخل القسم الثاني من رجاله جاك وهم الاقوى، ودول اسمهم الموهوبين، واللي بيكونوا في حاجات غلط في اجسامهم، يعني اللي تلاقي عنده ايد كابوريا وحاجات غريبه كده، وبيكونوا اقوياء جدا وبيدمروا المدينه بشكل كامل. نرجع من تاني للوقت الحاضر واللي بيكونوا لسه في طريقهم للدوق، وساعتها الطاقم بيعرف ليه مش لازم يجيبوا سيره وانو في المدينه هنا. ولكن لوفي الله يهديه ابو مخ على قد الدنيا قال مش رايزو ده يبقى النينجا اللي احنا والساموراي بندور عليه. وساعتها واندا بتسمعه، ولكن ساعتها الطاقم بيمسك لوفي وبيدعكه حرفيا وبيقولوا ليها ده تعبان في دماغه بس ما تركزيش معاه، هو مش عارف هو بيقول ايه. وهي فعلا مش بتركز معاه. ولكن ساعتها بيكونوا خلاص وصلوا عند القصر بتاع ملك النهار، وبيكون هناك قاعد الحارس اللي اسمه شيشليان اللي بيرحب بيهم وبيخليهم يدخلوا جوه. وهناك بيشوفوا الدوق اناروشي ملك النهار، واول لما بيشوفهم بيبتدي يرحب بيهم وبيكون مبسوط قوي انه شافهم لانه عارفهم وعارف انهم لعبوا دور كبير في انقاذ دولته. ومش كده وبس، لا ده بنكتشف ان انواراشي كان عارف شانكس وابحر معاه الفتره، وبيقول للوفي انا عارف صاحب القبعه الحقيقي وهو شانكس. فبيتحمس لوفي بشده وبيقول له بجد انا عاوز اعرف انتم عملتوا ايه سوا. ولكن ساعتها بينام على نفسه وبيكون الكل مستغرب من اللي هو عمله ده. ولكن واندا بتبتدي تشرح ليهم وبتقول له الساعه جت 6 وده ميعاد ملك الليل، وبيكون السبب في كده انهم ما يتقابلوش، والسبب في كده ان في خناقه بينهم هما الاثنين، علشان كده بيحاولوا انهم ما يتقابلوش ابدا. وعلشان كده كل واحد فيهم بيصحى 12 ساعه من 6 ل 6. وبنكتشف ان مش الملك بس اللي بينام، ولكن في الحقيقه القصر كله بينام. وبنكتشف ان بالرغم من كل الصراع اللي بينهم ده، ولكن طول الوقت المدينه كانت تحت حكم ملكين. وبتبتدي واندا تتكلم وبتحكي تكمله اللي حصل في يوم هجوم جاك، وان بعد ما هاجم ساعتها الفرسان اللي من ضمنهم واندا جم علشان يحاربوا، ولكنهم كانوا اضعف من رجاله جاك. فجه اقوى 3 فرسان في المدينه وهم فرسان انواراشي ال3، واللي بيهاجموا على رجاله جاك وبيكونوا اقوى منهم فعلا، ولكن مش بيعرفوا يهزموا جاك نفسه. وساعتها الدوق بنفسه هو اللي بيتدخل واللي بيقف قدام جاك وبيقول له انا جاي اوقفك عند حدك يا حقير. لكن ساعتها الدوق بيدرك حاجه، وهي ان جاك ورجاله اقوى بكتير منه. فبيقرر ان يرمي سيفه على الارض وبيقول انا مش هحاربك علشان ده ساموراي حقير احنا ما نعرفش عنه حاجه وهو ولا يخصنا، فانت بطل دمار وفي المقابل شوف الساموراي في كل حته في المدينه والجزيره مفتوحه ليك بشكل كامل. ولكن جاك بيرفض وبيضرب الدوق، ولكن ساعتها الدوق بيصد الضربه بكل سهوله وبيكون قادر يتحمل ضربه جاك بالرغم من قوته الجباره. بس مع ذلك في واحد من اتباع جاك الحقير بيقعد يضحك على الدوق وبيقول له انت فاكر نفسك علشان وقفت ضربته هتعرف تقف قدامه؟ ده على راسه مليار بري. وساعتها لاخر مره الدوق بيتكلم بالود مع جاك وبيقول له انا ماليش دعوه بس ممكن اخليك تبحث في المدينه. ولكن جاك بيتعصب وبيقول له في حاله عدم وجود النينجا هنا فدي غلطتك وبالتالي انتم تتحملوها، وانا هفضل ادمر واخرب كل حاجه وده لاني من عشاق الدمار والهلاك. وبتكمل المعركه بين جاك والدوق، وساعتها بيقدر الدوق ان يسدد ضربه كهربائيه قويه قوي لجاك ولكنها مش بتاثر فيه. لكن الدوق مش بيستسلم والمعركه بتكمل بينه وبين جاك وكل شويه يصعقه، ولكن جاك بيفضل زي ما هو ياخد الضربه ويكمل وهكذا لحد لما بيقدر ان يسدد ضربه بيطير بيها الدوق وبيخبطه في واحده من المباني. لكن الدوق بيقوم من تاني وبيقاوم وبيكمل. وفي نفس الوقت ده الموهوبين بيبتدوا في قتالهم من تاني وبيقتلوا الابرياء والناس الضعيفه. فساعتها بيتدخل الفرسان ال3 وبيوقفوهم عند حدهم. لكن وسط ما كل ده بيحصل بيبتدي الفيل الضخم يرش عليهم ميه
وبيحصل فيضان، فقبيلة المنك بتستغل الموضوع وبتحارب في اثناء الفيضان ده احسن من جاك ورجالته لانهم متعودين على الفيضانات دي. ولكن في الوقت ده المياه بتروح وبتبتدي كفة جاك واللي معاه تبقى اقوى من تاني، وساعتها بيحصل ما هو غير متوقع وبيجي الليل. ولما بيجي الليل ملك الليل بيظهر وهو نيكوماموشي اللي بيكون عبارة عن قطة ضخمة، بس بالرغم من قوته وضخامته ولكن سريع جدا وبيقدر ان يباغت جاك وبيروح ماسكه من زلمته وبيرميه على الارض وسط ذهول من الكل. لكن ساعتها جاك بيتعصب بشدة وبيتحول لانسان ضخم، فبيستغرب نيكوماموشي وبيقول من الواضح انك اكلت فاكهة شيطان قديمة وقوية جدا، لان الهيئة دي من الصعب انك تاخدها من فاكهة عادية. وساعتها جاك بيكون جاب اخره وجاي علشان يخلص على نيكوماموشي وكل اللي موجودين. ومن اول ما جاك اتحول وهو قوته راحت في مستوى تاني خالص، ولكن مع ذلك المعركة فضلت شغالة معاه لمدة 5 ايام بلياليهم دون توقف. وبيكون نيكوماموشي بيستغل سرعته علشان يقدر يطيح بجاك، ولكنه قوي وقادر يستحمل ضربات نيكوماموشي، فبيكون مش من السهل انه يقع وبيفضل يبدل هو والدوق في القتال. يعني النهار يجي يختفي نيكوماموشي ويجي الدوق، والليل يجي يحصل العكس وهكذا. والوضع طول الايام ال5 كان كده، وكان بيتم هزيمة اتباع جاك وبيجي تعزيزات ويتهزموا وهكذا. وما فيش حد ثابت غير جاك اللي اخر ما زهق وادرك ان ممكن ما يكسبش المعركة دي، طلع سلاحه السري واللي هو الغاز السام في اليوم الخامس. والغاز ده اللي كان عامله سيزر علشان دوفلامينجو، وطبعا دوفلامينجو باع الكايدو. المهم ان بسبب الغاز ده الناس الضعيفة ماتت على الفور، والاقوياء زي الملوك والفرسان بيفضلوا على قيد الحياة ولكن وضعهم بيكون صعب ومش قادرين يتحركوا. وساعتها بيبتدي جاك يعذب في الملكين والامراء وبيحاول يستجوبهم ولكن من غير اي فايدة. وبعدها بيمشي جاك من الجزيرة لكنه بيسيب شوية من الجنود بتوعه علشان يكملوا مهمته. طب ايه السبب ان يمشي فجأة؟ في الحقيقة هو مشى علشان يروح يساعد دوفلامينجو، لان الكلام ده كان بيحصل اثناء المعركة بتاعت لوفي ودوفلامينجو، فكان رايح عشان يلحقه. ولكن طبعا ما لحقش. ده لو كان راح كان ممكن نقول ان دي نهاية لوفي ودريس روزا. ويوم رحيل جاك عن الجزيرة كان هو نفس اليوم بتاع وصول الطاقم للجزيرة، واللي اول لما بيروحوا نامي وبروك بيقابلوا واندا اللي كانت بتهرب من شيبس هيد وواحدة من مساعدينه. وساعتها بروك بيقرر يساعد واندا ضد شيبس هيد، وكمان سيزر وسانجي وتشوبر بيروحوا لوسط المدينة واللي بيكون لسه فيها اثار الغاز السام، وبيشوفوا فرسان وملوك وهم على حافة الموت. ولكن بيدرو بيكون لسه عايش وبيطلب منهم المساعدة وبيقول لهم لازم نلحق الملوك من الموت. وتشوبر لما بيشم الغاز بيعرف مكوناته نسبيا وبيعرف ده يعتبر غاز ايه، وعرف ان بيعمل شلل للاعصاب وهو اللي مخليهم مش عارفين يتحركوا. لكن سيزر بيقول لهم اسم الغاز ده هو كارو، والغاز ده انا اللي عامله، وبيكون مبسوط قوي ومنشكح بيه علشان الغاز بتاعه شغال حلو. وساعتها بيتعصب عليه وبيفضلوا يضربوا فيه وبيكونوا عاوزين يعرفوا منه ايه هو دواء السم ده. وبيقول لهم في الحقيقة الناس محتاجة 48 ساعة علشان تموت من السم ده، ولكن من الواضح انه ترش من 24 ساعة تقريبا، يعني هم قدامهم 24 ساعة بس ويموتوا. ولكن ساعتها بيفضلوا يهددوا في سيزر ان لو ما عالجش الناس دي هيكون مصيره الموت، فبيكون مفيش حل قدامه غير انه يصلح الكارثة اللي حصلت بسبب الغاز اللي هو عمله. وابتدى يستخدم قوته وبينشر في المنطقة غاز بيعالج اثار الغاز السام، وفعلا الكل بينجو وبتبتدي الناس تفوق. ولكن اول ما واندا بتفوق بتشوف الطاقم وبتتعصب وبتكون فاكرة انهم تبع جاك وبتروح تهاجم عليهم وبتستهدف نامي وبتقول لها انت ليه بتعملي فينا كده؟ احنا عملنا فيكم ايه علشان تقتلونا بالطريقة الحقيرة دي؟ ولكن واندا بتبقى لسه ضعيفة ومش قادرة انها تحارب، فبتروح مطلعة متفجرات علشان تقتل بيها نامي. ولكن بيجي بيدرو وبيوقف المتفجرات وبيقول لواندا انهم هم السبب في ابطال مفعول السم ده، ومن غيرهم كان زمان القبيلة كلها ميتة. ولكن الشوبر مش بيكتفي بده وبيبتدي يعالج كل الناس الموجودين وبيعالج كل المصابين الجرحى، وبيكونوا مش مصدقين ان تشوبر بيعمل كل ده علشانهم، ومش هو الوحيد اللي بيساعدهم، لا ده الطاقم كله بيساعد المصابين والجرحى. وكمان سانجي بيفضل يعمل لهم في اكل علشان يحسن من صحتهم. المهم انهم بعد ما بيخلصوا حكاوي تشوبر بيقول لهم انهم لازم يروحوا على مكان ملك الليل علشان عالجه هو ورجالته، والوقت المفروض يكون صحى. وفعلا بيبتدوا يتحركوا على هناك، ولكن في الطريق لوفي بيسأل سؤال يهمنا كلنا، هو فين سانجي؟ فبيبتدي بروك يحكي اليوم اللي حصل بالظبط، وبيقول لهم في اليوم اللي تم الهجوم علينا من قراصنة البيج مام فهم كانوا عارفين احنا رايحين فين، وبالرغم من اننا حاربناهم ولكنهم اتبعونا. اصل الموضوع واضح انك رايح في مكان مش معتمد فيه على بوصله ولا حاجه، فمن الواضح اننا رايحين على الفيل وعلى جزيره زو. المهم انهم فضلوا ورانا لحد لما وصلنا وطلع ورانا الاسد بوكموس، وده يبقى من جزيره زو هو كمان. وكمان بيكون معاه كابوني، واول ما بوكموس بيشوف اللي حصل لمدينته بيكون متعصب بشده، وده لانه طبعا وصل بعد الهلاك والدمار اللي حصلوا على ايد جاك. وساعتها بوكموس بيتعصب بشده وبيكون فاكر ان كل اللي حصل ده من طاقم قبعه القش، وبيقول انا اخلي كل الطاقم يندم بشده على اللي هم عملوه ده، انا اخليهم عبره عشان دمروا البلده بتاعتي. وفي الوقت ده بيكون الطاقم في المدينه مع بقيه المنك وقاعدين بيعالجوهم وبيساعدوهم، والمنك ابتدى يحب الطاقم، وسانجي بيكون طاير حرفيا، وده لان السيدات قبيله المنك جميلات وده عمال يجري وراهم زي العبيط. المهم بقى ان في الوقت ده بوكموس وكابوني بيوصلوا لبوابه المدينه اللي هم فيها، فالحراس بيوقفوهم لانهم بيكونوا فاكرين انهم دخلاء في الاول، ولكن بوكموس بيقول لهم انا بوكموس، وبيفضل يسالهم عن اللي حصل، وبيقول لهم اكيد قبعه القش هم اللي عملوا
كده، ولكن الحراس بيكونوا مش فاهمين حاجه من اللي بوكموس بيقولها، وبيقولوا ليه الطاقم ساعدنا كلنا وبسببه احنا اتعالجنا من السم والجرحى اتعالجوا من جراحهم، وكل ده بسبب الطاقم، ودلوقتي احنا كلنا كويسين وقاعدين جوه الحصن. وفعلا بيخرج من الحصن شويه من القبيله وبيشوفوا بوكموس وبيكون سعيد قوي انهم بخير ومش مصدق نفسه. ولكن في الوقت ده نامي واللي معاها من الطاقم بياخدوا بالهم من بوكموس وكابوني، وساعتها بيسالوا سيزر هو هبب ايه بالظبط، فبيقول لهم انا خدت عرض من البيج مام اني ابحث عن حاجه معينه في مقابل مادي، ولكن في الحقيقه انا خدت المقابل المادي وخلعت وما جبتش ليها اللي هي عاوزاه، وكنت مغرور، وده لاني كنت مسنود على دوفلامينجو وعلشان كده هي عاوزه تنتقم مني. ولكن سانجي بيفكرهم كمان انهم لما كانوا في جزيره البرامائيين لوفي اتحدى البيج مام، وعلشان كده في سبب تاني يخلي البيج مام تجري ورا الطاقم بتاعهم. وفي الوقت ده كابوني بياخد باله من سانجي، وساعتها سانجي بيتحرك هو بروكو بيروح على مكان معزول في الغابه، وده علشان لما المعركه تبتدي مفيش حاجه تحصل لقبيله المنك. وفعلا بوكموس وكابوني بيروحوا وراهم، وبيكون سانجي فاكر ان في معركه هتبتدي، ولكن بوكموس بيقول له انتوا السبب في انكم تنقذوا قبيلتي، وانا عاوز ارد ليكم الجميل، علشان كده هسيبكم تهربوا وهقول للبيج مام انكم هربتوا مني وانا اللي هتحمل عواقب افعالي. ولكن ساعتها كابوني بيتعصب بشده وبيكون شايف بوكموس ضعيف وحقير، وبيبتدي يطلق طلقات ناريه من ايده على بوكموس وبيصيبه اصابات شديده، وبيكون مش مصدقين اللي كابوني عمله في بوكموس، يعني ده ضرب حليفه، ما بالك هيعمل ايه في الاعداء. بس ساعتها بنشوف يد كابوني اللي بيكون فيها فتحه، والفتحه دي هي اللي اطلق منها الطلقات على بوكموس. ولكن بروك بيبص على الفتحه دي وبيشوف حاجه غريبه قوي، مجموعه من البشر جوه الفتحه ومعاهم مسدسات هم اللي اطلقوا الطلقات، صدمه بكل المقاييس زي اللي حصل في ارخبيل سباودي، ازاي دول موجودين جوه ايد كابوني جانج بانك. ولكن ساعتها كابوني بيقول من الواضح اني لازم احارب لوحدي، او ليه احارب لوحدي، انا اجيب رجالتي هي اللي تحارب. وفجاه بيطلع من بطنه فتحه، والفتحه دي بيخرج منها عدد كبير من الرجاله المسلحين اللي اول لما بيخرجوا من بطنه بيرجعوا تاني لحجمهم الطبيعي، وبيحاوطوا بروك وسانجي من كل حته. وبنكتشف ان القدره اللي عند كابوني هي قدره فكه شيطان القلعه، واللي اول ما اكلها وهو بقى عباره عن قلعه على شكل بشر. وبنتعرف على كابوني جانج بانج اكتر، وهو قائد قراصنه الدبابه الناريه وعلى راسه 300 مليون بري. وساعتها بيجي واحد من رجاله كابوني وبيكون قبض على تشوبر ونامي، وكمان بيعرفوا مكان سيزار وبيهددوه لحد لما بيطلع من المكان المستخبي فيه. وبكده كلهم محاصرين، وبيطلب كابوني من سانجي واللي معاه انهم يدخلوا جوه القلعه اللي جوه جسمه او هيكون مصيرهم هو الموت. وفعلا بيدخلوا جوه وبيتم تقييد كل الناس الا سانجي اللي بيقعد على ترابيزه وبيستنى كابوني لحد لما بيجي نسخه منه بتتكلم مع سانجي، وبيقول له احنا من اسبوع كان في بينا حرب وتبادل اطلاق نار، ولكن دلوقتي الوضع اتغير، وده لان في حفل شاي بتاع بيج مام وانتم مدعوين ليه. فبيقول سانجي احنا نروح ليه؟ فبيقول كابوني علشان الحدث الرئيسي في حفل الشاي هو حفل زفاف العريس واللي هو الابن الثالث لعائله فينس موك سانجي. صدمه بكل المقاييس، ازاي سانجي هو العريس؟ ومش كده وبس، لا ده هيتجوز البنت رقم 35 لعائله شارلوت واللي اسمها بودينج. ايوه سانجي المفروض يتجوز واحده من ابناء البيج مام زي ما انت سمعته. وبيكون سانجي نفسه مش مصدق اللي بيحصل ده، وبيقول ازاي ده يحصل بعد كل السنين دي، ازاي ده يحصل من غير ما ياخدوا اذني. فكابوني بيقول له من الواضح انك من عائله فينس موك، وده معناه انك سيء التربيه، ولكني مش مهتم، انا مهتم بس اني انفذ اوامر البيج مام. وبروك اول لما بيعرف اسم العائله بتاعت سانجي بيقلق وبيقول انا مش بحب الاسم ده على الاطلاق. وساعتها نامي بتفتكر زمان لما كانوا معاهم كتاب نولاند الكذاب، والكتاب بيكون مكتوب عليه ان اتعمل في البحر الازرق الشمالي. فساعتها سانجي بيقول لهم الازرق الشمالي ده المكان اللي انا اتولدت فيه اصلا. فبتقول نامي انا استغربت بشده هو ازاي اتولد في الازرق الشمالي واحنا قابلناه في الازرق الشرقي. فلما بروك بيعرف الموضوع بيقول انت متاكده من ده؟ في حاله ان كلامك صح ده معناه ان الموضوع حقيقي. وبنبتدي نتعرف على طبيعه العالم بتاع الانمي ده، وهو ان العالم مفصول بقاره ضخمه اسمها الريد لاين، ودي قاره ضخمه مصنوعه من تربه حمراء، والقاره طويله ومرتفعه عن سطح البحر لدرجه انها بتخترق الغيوم. والريد لاين عامل زي الحزام محاوط كوكب الارض كده، فبالتالي حوالين الحزام ده في 4 بحار كبار، وهم الازرق الشرقي والازرق الغربي والشمالي والجنوبي. فمعنى ان سانجي من الازرق الشمالي وراح الشرقي ده معناه ان عدى على الريد لاين. فبيكونوا مستغربين هو ازاي عدى الريد لاين زمان وهو صغير. وكمان دلوقتي لو سانجي اتجوز بنت البيج مام ده معناه ان طاقم قبعه القش كله هيكون من اتباع البيج مام. فطبعا سانجي بيرفض وبيقول احنا مش رايحين في حته، ولا انا هتجوز ولا نيله، وانت ممكن تاخد سيزر وتمشي وتخلع من هنا واحنا هنمشي. لكن كابوني جانج بانج بيرفض وبيقول له انتم خلاص جوه جسمي وانا مش جاي اخد رايك، انا كنت بعرفك وكده كده انتم هتروحوا معايا على مكان البيج مام علشان الفرحه تكمل. فسانجي بيكون رافض وعاوز يحارب كابوني، ولكنه بينسى انه جوه جسمه حرفيا. وساعتها كل حاجه في القلعه بتتحول لسلاح وبتهاجم سانجي، وكمان كان هيتم قتل نامي لكنه بيطلب من كابوني ان يوقف، وفعلا بيوقف الهجوم على نامي. وساعتها بيجي القرصان اسمه فيتو، وده ملقب باسمه مسدس الشبح، وده مستشار لقراصنه الدبابه الناريه، وبيقول لهم انتم جايين يعني جايين، اكتر حاجه ماما بتكرهها هي الحلويات الوحشه، وكمان ان محدش يحضر في حفله الشاي بتاعتها، وانت لو ما حضرتش هي هتزعل، انت عارف ممكن نعمل فيك ايه لو ما جيتش. فساعتها فيتو
بيقرب من سانجي وبيقول له حاجه احنا ما نعرفهاش، فسانجي بيتعصب بشده وبيكون مصدوم ومش مصدق اللي هو سمعه، وبيقول لكابوني انتوا عرفتوا الكلام ده ازاي؟ فكابوني بيقول ايه الغريب يعني اننا نعرف معلومه زي دي، ما احنا اتباع البيج مام اللي هي واحده من اليون كل 4 اللي تحت ايديها كميه قراصنه لا حصر ليهم وليها اراضي في كل حته، فمعلومه زي دي مش هتستخبى عليها اصلا. فساعتها سانجي بيطلب ورقه وقلم وبيكتب حاجه وبيديها نامي وبيقول لها الورقه دي لما لوفي يجي اديها له وانا لازم اكمل هنا لوحدي، انا كنت فاكر اني هربت من العيله دي والموضوع انتهى، ولكن من الواضح ان الموضوع رجع من تاني وانا لازم اخلص الموضوع ده لوحدي. وبيروح ماسك كل اصحابه وحدفهم بره جسم كابوني وبيبتدي هو يتعارك مع رجاله كابوني، بيقول لهم انا عارف انكم مش هتقتلوني وده لان انا مهم بالنسبه ليكم، والدليل على كده الورقه بتاعتي مكتوب عليها مطلوب حي فقط، يعني انا مش هينفع اموت على ايديكم. وبيكون فاضل جوه القلعه هو وسيزر، ولكن ساعتها كابوني بيسيب سانجي وبيركز مع العالم الخارجي، وده لان ملك الليل بيجي وبيشوف بوكموس وهو مصاب وبيقول له مين اللي عمل فيك كده، لكن كابوني بيقول له انا صديقه في الطاقم بتاعنا واللي عمل كده هو جاك، لكن نامي بتقول له انت كذاب انت اللي عملت كده، وبيحاولوا يستغلوا اللي بيحصل وبيتكلموا مع سانجي عن طريق الفتحه اللي في جسم كابوني وبيقولوا ليه يلا اهرب بسرعه واحنا هنساعدك، ولكنه بيرفض وبيقول لهم انا لازم افضل هنا، وبيفضل فعلا هو وسيزر جوه جسم كابوني. وساعتها كابوني بيستغل الفرصه وبيخلع من المكان بسرعه قبل ما حد يلحق بيه، وبتفضل نامي وتشوبر وبروك يجروا ورا كابوني ولكن من غير فايده. وساعتها الورقه اللي كاتبها سانجي لنامي بتقع وبيكون مكتوب فيها وداعا يا اصدقائي يجب علي مقابله امراه، ولكن نامي بتمسك الورقه دي من تاني وبنرجع بقى للوقت الحاضر والورقه بتروح للوفي وبيكونوا مش مصدقين ان سابهم وراح للبيج مام بنفسه. وساعتها زورو بيكون متعصب بشده وبيقول يعني احنا داخلين في حرب ضد واحد من اقوى اليونيكو او واحد من اقوى الكائنات في العالم وهو كايدو، والبي ده داخل لي في معركه ضد البيج مام لوحده وتورط معاها، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحارب ده ولا نحارب ده ولا نسيب سانجي ونركز مع كايدو ولا ايه بالظبط؟ فساعتها لوفي بيقول احنا نروح على جزيره البيج مام ونساعد سانجي ونعرف منه اللي بيحصل بالظبط، لان اكيد ورا اللي هو عامله ده سر خطير، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. فبيكونوا كلهم قلقانين وبيقولوا ليه احنا هنروح لواحد من اليونيكو برجلينا، طب ليه ما كفايه كايدو، لكن لوفي بيرفض وبيقول هنخلص على البيج مام وناخد سانجي ونشوف هو عمل كده ليه، وبيكونوا عاوزين يعرفوا معلومات اكتر من بوكموس لما يصحى. وبيكملوا في طريقهم ولكن في النص بيهجم عليهم سرب كبير من حشرات شبه النحل كده، ولكن الحشرات دي بيكون اسمها سوتشي وهي حشرات كبيره بتمص الدم وبتسبب مشاكل كبيره لسكان الجزيره وللفيل زونيشا لانهم بيمص دمه، ولكن الطاقم بيبتدي يحاربهم وبيخلص عليهم كلهم، ولكن في واحده من النحل دول بتقدر انها تصيب لوفي ولكن بيستخدم الهاكي وبيصلب نفسه وبيقدر انه يحمي نفسه منها. المهم بقى بيكملوا في طريقهم بعد الهجوم ده وبيفضل بروك يغني اغنيه جديده هو اللي عملها لملك الليل، وبيكملوا لحد لما بيوصلوا لمنطقه الحراس اللي المفروض انهم بيحرسوا الملك نيكا ماموشي، واول ما الحراس بيشوفوا طاقم قبعه القش بيكون مبسوطين وبيرحبوا بيهم، وبيدرو كمان بيرحب بيهم فبيسالوه عن مكان بوكموس لكنه بيكشف لهم ان الموضوع ده كله سر وان اللي حصل له سر فمحدش يتكلم معاه كتير. المهم بيدخل الملك وبيكون تشوبر متعصب لان الملك مش بيسمع كلامه وكده هيطول على ما يتعالج، وبعدها بيروحوا رايحين لبوكموس اللي بيكون فاق وبيبتدوا يتكلموا معاه وبيعرفوا ان سانجي راح مع كابوني علشان الفرح، وساعتها بوكموس بيكون من الواضح عليه القلق وبيقول لهم اللي عمل الفرح ده هو البيج مام وابو سانجي اللي هو كبير عائله فينسموك، وبيبتدي بوكموس يفجر مفاجآت جباره للطاقم وبيقول لهم ان عائله سانجي دي مش اي عائله، دي تبع منظمه جيرما 66. فبتستغرب نامي وبتقول مش دي حاجه خياليه كده وملهاش وجود؟ فبيقول لا ليها وجود ودي منظمه من اشر الاشرار في العالم والقتله المتسلسلين وهم منظمه ما ينفعش الاستهانه بيها خالص، ومش كده وبس لا المنظمه دي القائد بتاعهم بيبقى قائد عائله فينسموك اللي هو ابو سانجي، والعائله دي اصلا تعتبر عائله كلها مكونه من القتله المتسلسلين والمختالين، يعني عائله شريره. طب ازاي خرج منها حد كويس زي سانجي؟ من الواضح ان سانجي كان مخبي على اصحابه كوارث. فساعتها لوفي بيقول لبوكموس ايوه يعني سانجي هيرجع ولا لا وهيتجوز ولا لا، ولو اتجوز احنا استحاله نكون اتباع ليكم وهو ليه وافق اصلا؟ فبيبتدي بوكموس يشرح ليه وبيقول له في الحقيقه سانجي وافق لانه اكيد عارف ايه اللي هيحصل له لو ما وافقش. في الحقيقه اي حد بيرفض دعوه لحفله من حفلات الشاي بتاعه البيج ماما ساعتها هيكون مصيره هو ان هيجيله هديه، لكن مش اي هديه، الهديه اللي هتجيله هتبقى راس حد من اللي بيحبهم، يعني كان ممكن يجيبوا له راس حد من الطاقم بتاعكم او حد من الطباخين اللي هو بيحبهم، فاكيد هو عمل كده علشان ينقذكم كلكم. وغير كده الجواز ده هو جواز دبلوماسي بشكل كامل وسياسي ملوش علاقه بيكم انتم، الفكره وما فيها ان البيج ماما بتحب انها تكون ليها علاقات بكل الناس اللي شغاله معاهم، فهي عاوزه تعمل علاقه مع عائله فينسموك وده عن طريق الجواز ده بحيث ان العلاقه بينهم تبقى اقوى ويكونوا حلفاء. فمن الاخر من اللحظه دي اللي هيتجوز فيها سانجي بودينج ساعتها هيكون مصيره ان هيسيب اصلا الطاقم بتاعكم ومش هيكون تبعكم مره تانية. وساعتها لوفي بيتعصب بشده لانه طبعا بيحب سانجي وبيقول لبوكموس انت طبعا هترجع من تاني للبيج مام وانا هاجي معاك المره دي وهكون متسلل واروح لوحدي على امل ان انا اعرف ادخل الحفله دي وانهي الموضوع ده بنفسي. فساعتها بيجي لاو وبيعرف اللي حصل ولوفي بيقول له انا شايف اننا ناجل حوار كايدو ده شويه على بال لما نخلص على البيج
مام. وبعدين نشوف حوار كايدو، ولكن لو بيقول له الموضوع مش في ايدي وانت عارف كده كويس، الموضوع كله مساله وقت قبل ما يجي كايدو بنفسه علشان ينتقم مننا، وده غير اننا ممكن نحارب جاك في اي وقت وساعتها الموضوع هيزيد اكتر. بس وسط ما هما بيتكلموا بيجي ملك الليل وبيقول لهم انا هعمل ليكم وليمه، وفعلا الوليمه بتبتدي والكل بيكون مبسوط. وبعد ما بيخلصوا اكل بيناموا كلهم، لكن بيفضل بروك وفرانكي وروبن اللي بيكونوا ما شاركوش في الحفله دي قلقانين من اللي بيحصل ده، وبيكونوا عاوزين يمنعوا كينمون وكانجرو من دخول المدينه، وده لانهم لو دخلوا ساعتها المنك كلهم هيكونوا خايفين. فبيقعدوا هما الثلاثه عند المنطقه اللي متوقع يطلع منها كينمون وكانجرو، وبيقرروا انهم يحرسوا المنطقه دي بحيث ان لما يطلعوا يمنعوهم من الدخول. وبيعدي الوقت لحد لما بيجي الشروق، وساعتها بيطلعوا اخيرا كانجرو وكينمون، ولكن بيكون فرانكي وبروك وروبن ناموا على نفسهم. وساعتها هما بيدخلوا المدينه عادي، وفي قرد بيشوفهم وبيكون خايف ومرعوب وبيطلع يصرخ ويقول الساموراي جم. وبعد ما بيدخلوا المدينه القرد بيفضل يصرخ وبيطلع فوق برج الجرس وبيستخدم الجرس بتاع الانذار وبيبلغ عن وجود كارثه. وفي الوقت ده بيصحى الثلاثي المضحك بتاعنا وبيشوف الرسمه بتاعه القطه اللي كانت شايله الساموراي، فبيقلقوا وبيخافوا وبيدخلوا بسرعه عشان يلاقوا الساموراي. وساعتها جيش النهار هو اللي بيكون في القياده، فبيستعدوا كلهم بما فيهم الضوك والفرسان الثلاثه، واي حد حرفيا بيكون موجود بيستعد للقتال. وبنشوف الساموراي اللي بيتجولوا ومش عارفين الجرس ده بتاع ايه بالظبط، وكانوا فاكرين ان جرس ترحيب بالزوار. ولكن وسط ما هم ماشيين في الغابه بيطلع عليهم فجاه مومونوسكي، وبيكون مبسوطين بشده انهم شافوه وانه لسه بخير، وبيكونوا مستغربين هو لوحده ليه. فبيقول لهم انه من ساعه لما جاي المدينه دي والطاقم سايبه لوحده ومش عاوزينه يظهر قدام الناس. المهم انهم بيكملوا في طريقهم هم الثلاثه، وبعدها بنشوف لوفي اللي معاه في الحفله وهم بيجروا بسرعه بحثا عن كينمون وكانجرو علشان ينقذوهم قبل ما حد يلاقيهم. لكن بيكون فات الاوان لان الجيش ملك النهار بيكون بيبحث عنهم في كل حته، والموضوع من كتر ما هو خطير بيكون ملك الليل بنفسه هو ورجالته بيبحث عنهم هم كمان. لكن ساعتها بيحصل ما هو غير متوقع، وملك الليل بيقابل ملك النهار وهما الاثنين بيكرهوا بعض. وفي وسط ما كل ده بيحصل بيكون كينمون وكمان كانجرو موجودين ورايحين على مكان الملوك، ولكن في اخر ثانيه الطاقم بيمسكهم هما الاثنين، وكمان بيمسك مومونوسكي قبل ما حد يشوفهم. بس في الاثناء دي بتكون خلاص المعركه مولعه بين الملوك والوضع بقى صعب، وبتبتدي المعركه بينهم وبتكون قوتهم مرعبه، ومن الواضح ان مفيش حد هيطلع من المعركه دي غير شخص واحد بس. ولكن ساعتها كينمون بيطلع بيقول لهم بطلوا قتال، وبيطلع ورا كانجرو ومومونوسكي، واول ما الملوك بيشوفوه طبعا بيبطلوا قتال وبيروح عليه بسرعه وبيكون معهم كل الفرسان. فاوسب بيكون خايف بشده وبيطلب منهم الهروب ولكن من غير فايده. وكينمون بيقول لهم انا هو كينمون من عشيره كوزوكي من بلاد وانو، وانا هنا ببحث عن صديقي النينجا. وساعتها بيحصل ما هو غير متوقع، وده لان الملوك وكل الافراد بيقربوا من الساموراي وبيقعدوا وبيضحكوا وبيقولوا ليهم النينجا بخير. وبنكتشف ان كل ده هم عارفين مكان النينجا فين، وانهم كانوا مخبيين على جاك وعلى طاقم قبعه القش وكل الناس، وحتى لو ده كان معناه تدمير مدينتهم وهلاكهم. وبنعرف ان عشيره المنك وبلاد وانو بيحبوا بعض جدا ويعتبروا اخوه، وده تفسير كل اللي بيحصل. وساعتها كينمون بيكشف عن الوشم اللي في ظهره اللي منه بيتاكدوا انه فعلا من بلاد وانو. وبعد ما بيفرحوا شويه بيكمل ملك الليل وملك النهار خناقهم من تاني، وساعتها مومونوسكي بيتعصب بشده وبيقول لهم بطلوا خناق بقى والا كده هتقتلوا بعض بعد ما كنتم اعز اصحاب. انا لو ابويا شاف اللي انتوا بتعملوه ده هيكون ايه رده فعله. وساعتها بيوقفوا اللي هم بيعملوه وبيعتذروا ليه، ولكن نامي بتستغرب وبتقول له ابوك مين يا عم انت؟ ما انت ابوك كينمون وهو واقف وراك اهو. فساعتها الكل بيكون مستغرب من اللي بيحصل ومن كلام مومونوسكي وكون ان الملوك انحنوا ليه. فساعتها كينمون بيقول فعلا كلام السيد كينمون صح، فبيستغربوا اكتر وبيقولوا ازاي اب بيقول لابنه السيد. فساعتها بيكشفوا لينا الحقيقه وان كل اللي حصل قبل كده كان كذبه، وان مومونوسكي مش ابن كينمون ولا حاجه، ولكن مومونوسكي يبقى هو خليفه كوزوكي، وده واحد من اهم الناس في بلاد وانو، وده بيفصل ليه دول بيتبعوه. وبالنسبه لحوار ان ابن كينمون فدي كذبه، ولكن هم عملوها بس علشان يكونوا قادرين على انهم يتحركوا من غير مشاكل، لانه لو اكتشف انه خليفه اودن هيكون في مشاكل كبيره قوي. وساعتها لوفي بيقعد يرازي في الواد مومونوسكي وبيقول له حتى لو انت مين انت بالنسبه لي عيل صغير، وبيفضل يقرفه. وساعتها ملك الليل والنهار بيقرروا انهم يعملوا هدنه علشان مومونوسكي والكل يكون فرحان. وبعد كده الملكين بياخدوا الطاقم والساموراي على مكان النينجا، واللي بنكتشف ان كل ده كان مستخبي جوه شجره الحوت الضخمه. وبنشوف اخيرا النينجا اللي شكله غريب وهو رايز الضباب، وبيكون متعصب بشده ومقيد وحالته حاله. وطبعا الكل بيكون مش مصدق ان ده النينجا لانهم فاكرين ان النينجا هيكون حاجه تانية خالص. وفي نفس الوقت ده بيكون جاك في سفينته وحواليه اسطول سفن، ولكن ساعتها بيجي لهم الجرايد باخر الاخبار واللي بيكون مكتوب فيها موت جاك. وبيكون جاك متعصب قوي اول لما بيشوف الخبر ده، وبيؤمر رجالته انهم ينطلقوا بالسفينه. يا ترى رايحين على فين؟ نرجع من تاني لشجره الحوت، وبيجي بقى الساموراي ومعاهم مومونوسكي وبيحرروا رايزو اللي بيكون مبسوط قوي انه شافهم. ولكن الطاقم بيلمح على جزء من اجزاء الحجره اللي هم فيها نفس العلامه اللي كانت على جسم كينمون، وهي علامه عشيره كوزوكي. وبنكتشف ان الشعار ده موجود هناك من قرون، ولكن الشعار ده مش الحاجه الوحيده الغريبه اللي في الغرفه، لا ده في كمان بونجليف ومش اي واحده، لا ده مختلف ولونه احمر. واول ما روين بتشوفه بتستغرب لان مفيش اي بونجليف هي شافته كان لونه احمر. وساعتها الملوك بيقولوا لها احنا عارفين انت مين وعارفين قصه شعب اوهارا، وده كان شعب روبن اللي تم قتله على ايد البحريه لو تتذكروا.
المهم انهم بيسمحوا ليها بقرايه البونجليف، لكن في الوقت ده بيكون بقيه الطاقم عمال يرخم على رايزو لانه مش شبه النينجا، وبيقعد يوريهم شويه من قدرات النينجا زي الاختفاء مثلا، وانه بيعمل نسخ ظل من نفسه وحاجات كده. وبعد كده بيطلع فوق الشجره الكبيره وبيشوف المدينه وهي متدمره بشكل كامل، وبيقعد كينمون وكانجورو ورايزو يبكوا بسبب دمار المدينه دي وبيكونوا حاسين بالذنب. لكن في الوقت ده روبن بتقدر انها تفك الكلام اللي مكتوب على البونجليف، والحجر ده بنكتشف انه مختلف مش بس في اللون ولكن في محتوياته كمان، وده لان اسمه حجر الطريق، ومن الواضح ان عليه خريطه بطريقه ما، وده لان الحجر ده مكتوب عليه الطريق اللي هيروحوا بيه لنهايه الجراند لاين وتحديدا عند جزيره لافيتيل. وبالمناسبه الجزيره دي كان قال ليهم عليها واحد من الناس اللي قابلوه بطريقهم، وبيكشف ليهم ملك النهار حقيقه البونجليف ده، وبيقول لهم هو مش فريد من نوعه ولا حاجه، ولكن ده واحد من اصل 4 احجار بنفس الطريقه، وال4 احجار دول كل واحد فيهم بيشير لمكان ما، والمكان ده مش هو مكان جزيره لافيتيل، ولكن عند تجميع المعلومات اللي في ال4 احجار ساعتها هيتم معرفه مكان جزيره لافيتيل. والى الان محدش عارف يعمل كده غير ملك القراصنه فقط. وطبعا الطاقم اول لما بيسمع الكلام ده عينهم بتلمع وبيكونوا متحمسين بشده، لان جزيره لافيتيل المفروض انها تبقى نهايه رحلتهم الطويله قوي دي. وبنكتشف ان من اصل ال4 احجار دول في واحد اهو عند قبيله المينك، وفي 2 تانيين تحت سيطره بعض القراصنه، اول حجر تحت سيطره البيج مام والتاني تحت سيطره كايدو. وساعتها لوفي بيتحمس وبيقول احنا نهزم ال2 دول وناخد منهم الاحجار. فملك الليل بيقول له انت ليه تسرق منهم الاحجار وانت ممكن تعرف المعلومات اللي في الاحجار وبس، اصل ليه هتفضل ماشي وانت معاك حجر ضخم وكبير قوي زي الحجر ده. وملك الليل بيحذر روبن وبيقول لها انت من الناس القليله قوي في العالم اللي بتقدر انها تقرا بونجليف، والقراصنه عارفين المعلومه دي، فممكن تتعرضي للخطف، فلازم تاخدي بالك من نفسك. فساعتها بتفتكر الاحداث اللي حصلت طول فترتها مع طاقم قبعه القش، وازاي هما كانوا بيحموها طول الفتره اللي فاتت دي، ومش بتبقى قلقانه وبتقول انا معايا اصحابي هيحموني. نرجع من تاني لجاك اللي بيكون لسه بيبحر هو ورجالته، وبيقابلوا شويه من سفن المارينز، ومن الواضح ان السفن دي هي السفن اللي عليها دوفلامينجو زي ما شفنا في نهايه الجزء اللي فات. ورجاله جاك بيحذروه وبيقولوا ليه مش لازم ندخل في صراع مع المارينز، لكنه مش بيهتم وبيقول انا جاي احمي دوفلامينجو ولازم اخلص مهمتي، وبيؤمر الرجاله بالهجوم على المارينز. وبتكون سفن المارينز عليها فوجيترا وسانجوكو وكل الناس دول، ولما بيشوفوا انها سفينه واحده بس فبيقرروا يدخلوا ضدها في قتال، وبتبتدي القذائف تتحدث بين رجال جاك وبين المارينز، ولكن في النهايه جاك بيفشل في تحرير دوفلامينجو. نرجع من تاني لشجره الحوت، وهناك ملك الليل كان عاوز يتكلم عن اللي اسمه اودين ده، ولكن بيكون متردد، بس مومونوسكي بيقول له ما تقلقش دول ناس ثقه تقدر تقول لهم اي حاجه انا بدي لك الامان. فبيبتدي ملك الليل يتكلم عن اودن، وبيقول في الحقيقه عشيره كوزوكي هي عشيره من عشائر بلاد وانو، وهي عشيره قديمه محترفه في النحت والتنقيب عن الحجاره واستخدام الحجاره دي، والموضوع ابتدى من 800 سنه لانهم اكتشفوا قدرتهم على انهم يعملوا حجاره لا يمكن تدميرها باي طريقه ممكنه، والحجاره دي تبقى هي بونجليف. ايوه هم اللي عملوا بونجليف اللي منتشر حوالين العالم، وكان قاده العشيره دي بيقدروا يقراوا الكلام اللي مكتوب على بونجليف، ولكن الموضوع ده توقف عند اودن واللي هو ابو مومونوسكي. يعني مومونوسكي مش بيعرف يقرا بونجليف. طب ايه السبب؟ في الحقيقه اودن تم اعدامه على ايد شوجن بلاد وانو، وكمان بمساعده القرصان كايدو، وده قبل ما يقدر ان يعلم ابن مومونوسكي طريقه قراءه البونجليف. ومش كده وبس، لا ده كمان قراصنه الحيوانات اللي تبع كايدو الى الان موجودين في بلاد وانو. طب ايه سبب اعدام اودن اصلا؟ في الحقيقه السبب هو ان كايدو كان بيحاول يعرف منه معلومات ولكنه رفض يديله معلومات، وبنكتشف سر خطير وهو ان اودن كان جزء من الطاقم بتاع جولدي روجر اللي راح لجزيره لافيتيل، وده معناه ان يعرف نفس المعلومات اللي ريلي يعرفها عن الوان بيس وعن القرن الفارغ من التاريخ. والقرن الفارغ ده هو القرن اللي محدش يعرف عنه حاجه، وايه اللي حصل فيه من بعد ما القرن ده خلص وحكومه العالم ظهرت لاول مره، ومن ساعتها لمده 800 سنه وهم فارضين سيطرتهم على العالم بشكل كامل، والحكومه من ساعتها وهي منع بشكل كامل البحث عن اي معلومات ليها علاقه بالقرن الفارغ. وده يفسر سبب مقتل قبيله روبن، وده لانهم عرفوا معلومات اكتر من اللي المفروض يعرفوها، فالمعرفه الزياده دي ادت الى موتهم على الفور على ايد حكومه العالم، ومن ساعتها ومحدش يعرف حاجه عن القرن الفارغ ولا حتى حد بيبحث عنه. والسبب ورا ان دوفلامينجو كان بيجري ورا كينمون وكانجورو هو ان فاكرهم انهم يعرفوا اي معلومه من المعلومات اللي اودن كان يعرفها، ولكن في الحقيقه هم ما يعرفوش غير حاجه واحده بس او جمله واحده بس اودن قالها ليهم قبل ما يموت، وهي افتحوا حدود بلاد وانو. طب يعني افتحوا الحدود؟ في الحقيقه وانو مختلفه عن اي جزيره تانية، وده لانها منعزله شويه وممنوع انهم يتعاملوا مع اي حد بره، ولكن الموضوع ده المفروض ينتهي لان في الوقت الحالي الشوجن في بلاد وانو بيتعاونوا مع كايدو ورجالته وبيحاولوا انهم يدمروا البلاد، ولكن الجيش بتاع وانو الى الان لسه قادر على ان يستحمل كل اللي بيحصل ده، ولكن يا ترى يفضل صامد لحد الان ولا لا؟ وعلشان كده كينمون وبعض الساموراي خرجوا من وانو بحثا عن ناس تساعدهم، وكان الهدف الاول انهم يروحوا لزو علشان يتكلموا مع قبيله المينك بحيث يساعدوهم، ولكن حصل اللي حصل ومعرفوش يوصلوا، وكان السبب في انهم عاوزين يروحوا لقبيله المينك هو العلاقات المشتركه بين قبيله المينك وبين عشيره كوزوكي، وده غير ان ملك الليل وملك النهار يعتبروا اصلا اتباع لاودن،
وعلشان كده الساموراي كانوا عاوزين يروحوا زو في الاول، بس ملك النهار والليل بيكونوا متضايقين بسبب اللي حصل في المعركه ضد جاك، وان ملك النهار خسر رجل من رجوله وملك الليل خسر واحده من اذرعه، ولكن بيقولوا في المعركه الجايه احنا هنكشف عن قوتنا الكامله. وساعتها كينمن ومومونوسكي وكانجورو بيطلبوا من لوفي طلب، وهو ان يساعدهم في القضاء على شوجن وانو وكمان كايدو. فالطاقم كله بيكون مبسوط وموافق وبيكون عاوزين يخلصوا على كايدو، فبيقولوا حلو يكون معانا مساعده من الساموراي، ولكن لوفي بيرفض وسط ذهول من الكل وبيقول انت المفروض تكون اقوى من كده يا مومونوسكي، انا مش هتعاون مع ضعفاء زيك. ولكن مومونوسكي بيكمل في بكائه وبيقول انا ابويا وامي ماتوا على ايد الحقير كايدو، وانا عاوز اكون اقوى واقتله بنفسي، ولكني مش عارف انا لسه عيل صغير، علشان كده عاوزك تساعدني يا لوفي. فبيوافق لوفي على مساعدته في القضاء على كايدو، وبيقرر ان يتعاون هو وكل القراصنه اللي تحت ايده والساموراي وكمان قبيله المنك علشان يخلصوا على كايدو. ومن الواضح انها تكون معركه من العيار التقيل قوي، ولكن لوفي بيطلب منهم طلب وبيقول لهم انا هساعدكم ولكن بشرط، هو انكم تستنوني على ما نروح نحارب البيج مام ونرجع سانجي، لان هيكون عون كبير قوي لينا، وبعد كده نيجي معاكم علشان نحارب كايدو ونخلص عليه كلنا. فبيوافقوا على عرض لوفي. نرجع من تاني جاك ورجالته اللي بيكون رجع لهم شيبس هيد واللي معاه، وبيكونوا مصابين وحالتهم حاله بسبب القتال اللي هم خدوه على جزيره زو. وبيقرر جاك ان يرجع علشان يشوف النينجا ويقبض عليه، ولكن المره دي هو ناوي على مصيبه كبيره قوي، وهو انه يخلص على فيل زونيشا بنفسه. نرجع من تاني لوفي اللي معاه اللي بيكملوا كلام وهم بيتحركوا، وساعتها بنكتشف ان ملك الليل والنهار كانوا في يوم من الايام يعتبروا جزء من طاقم روجر، وبنعرف انهم في الاول كانوا جزء من طاقم اللحيه البيضاء مع اودن، ولكن جه روجر وضمهم هم الثلاثه وابتدوا يخوضوا رحلات كتير سوا، زي رحله لجزيره السماء ورحله لجزيره البرمائيين وغيرها. وطبعا راحوا بلاد وانو وتعرفوا على ناس كتير زي شانكس وباجي، وكمان عرفوا توم نجار السفن اللي هو يبقى معلم فرانكي. وساعتها نايمي بتسال سؤال مهم وبتقول دلوقتي احنا قابلنا كروكس وقال ان احنا مهما عملنا في الاخر البوصله اللي معانا هتوجهنا على لافيتيل، فايه فايده البحث عن البونجليف؟ فالملوك بيقولوا ليها في الحقيقه البونجليف هيوديكي كمان لما هو ابعد عن لافيتيل. وبنكتشف ان كروكس يبقى هو كمان جزء من الطاقم بتاع روجر في فتره من الفترات. المهم انهم بيقرروا انهم يبتدوا الاستعداد علشان يخلصوا على كايدو، وعلشان يعملوا كده بيقرروا انهم يستعينوا بحد من رجاله اللحيه البيضاء الاقوياء وهو العنقاء ماركو، ولكنهم بيكونوا مش متوقعين انهم يلاقوه، وده بسبب اللي حصل من سنه، وهو حرب بين ما تبقى من رجاله اللحيه البيضاء ورجاله اللحيه السوداء، وهي حرب اسمها حرب الضغينه، وبيكونوا مش عارفين هو لسه عايش بعد الحرب دي اساسا ولا لا. ولكن ملك الليل بيقول انا عارف هو ممكن يكون فين لو هو لسه عايش. وبنكتشف ان الحرب دي لما حصلت انهزم ماركو واللي معاه، وبسبب الهزيمه دي اللحيه السوداء بقى واحد من اليونيكو الاربعه. المهم بقى ان بعد كده بيجي كل اهالي المدينه وبيرحبوا بالنينجا وبيكونوا فرحانين قوي بيه وانه لسه بخير، وبيكونوا عاوزين يعملوا حفله كبيره ليه، وبيكون لوفي عاوز يحضر الحفله دي، ولكن نامي بترفض وبتقول له احنا يا دوب نلحق نطير بقى علشان ننقذ الواد سانجي. وبنكتشف ان الطاقم هيتقسم، نامي ولوفي وبروكو وكمان تشوبر هيروحوا للبيج مام ويحاولوا يتسللوا جوه علشان يقدروا ينقذوا سانجي باقل خسائر ممكنه من غير ما يتمسكوا. وفي حاله انهم لقوا هناك بونجليف هيحاولوا انهم ياخدوا نسخه من النقوش اللي عليه علشان روبن تفك شفرتها. وبالنسبه لكينمون وكانجورو ورايزو فقرروا انهم لازم يرجعوا بلاد وانو تاني علشان يجمعوا كل الحلفاء ويستعدوا لقتال كايدو والشوجن، ولكن هيعملوا ده تحت الخفاء هم كمان، وهيروحوا باستخدام الغواصه بتاعت لاو. وبالنسبه بقى لملك الليل وملك النهار هيبحثوا عن العنقاء ماركو، وبعد ما كل جماعه تعمل الهدف بتاعها هيتجمعوا كلهم في بلاد وانو علشان يحرروا ويخلصوا على كايدو مره واحده وللابد. ولكن وسط ما هم بيتكلموا فجاه الارض من تحتهم بتتهز والفيل زينشا بيبتدي يتألم. شكل كده اللي في بالي حصل، ومش كده وبس، لا ده كمان بيكون اشبه ما يكون انه بينهار والكل بيفقد توازنه، وبيكون السبب في كده هو هجوم جاك اللي بيتم على واحد من رجول زونيشا اللي بيكون عمال يصرخ من الالم، ولكن بيكون لوفي سمع صوت ما بس مش عارف يحدد مصدره ولا هو صوت مين بالظبط. وفي الوقت ده بتكون المدينه عماله تروح يمين وشمال ووضعها صعب، وبيكون في اصابات هتحصل لاهل المدينه لولا تدخل لوفي واللي معاه. لكن فجاه الصوت اللي لوفي بيسمعه بيبتدي يعلى اكتر واكتر، وبيكون لوفي ومومونوسكي سامعين الصوت، والصوت بيكون عمال يقول اديني امر، اعمل ايه اديني امر. ولوفي بيصرخ وبيقول انت مين وامرك بايه اللي انت عاوزه، ولكن ايا كان اللي بيتكلم مش بيستجيب للوفي. وفي الوقت ده بيكون كل رجاله جاك بيهاجموا رجل واحده من رجول زونشا علشان يضعفوها بحيث يقع زونشا، وفعلا بتبتدي رجله اللي بيتم اصابتها تتصاب بجروح عنيفه. وساعتها بنعرف ان روجر واودن هما الاثنين سمعوا الصوت ده قبل كده، ولكن الصوت بيفضل مكمل، ومومونوسكي بيقدر ان يشوف جاك هو والسفن بتاعته هما بيحاربوا زونيشا. وساعتها مومونوسكي بيعرف الكل اللي بيحصل وبيقول لهم كل اللي بيحصل ده بسبب جاك، لانه جايب 5 سفن وعمال يهاجم في رجل زونيشا، فالكل بيستعد علشان يحاولوا يوقفوا جاك. وساعتها بيجي الصوت من تاني في دماغ لوفي ومومونوسكي، وبنكتشف ان ده صوت زونيشا، وبيقول لهم اللي بيحصل فيا ده مؤلم قوي ولازم يوقفوا، لان لو ما وقفش هيكون مصيركم كلكم هو الهلاك. وبيقول لهم انا ارتكبت جريمه من وقت طويل قوي، وكنوع من انواع العقاب انا مكتوب عليا ان افضل امشي وما اعملش حاجه تانية غير المشي طول حياتي، ولكنه بيطلب الاذن من مومونوسكي ولوفي انهم يأذنوا
استئذنوا ليه بالقتال وبيكونوا مستغربين، ولكن لوفي بيطلب من مومونوسكي انه يصرخ ويقول للفيل انه يحارب، وفعلا مومونوسكي بيعمل كده، والفيل على غير المتوقع بيسمعه وبيروح مسدد ضربه قاضيه باستخدام خرطومه على كل السفن بتاعه جاك وبيفتتها حرفيا ومش بيخلي فيها حته سليمه، وكل الطاقم بيقع في البحر بما فيهم جاك. وبما انه طبعا من مستخدمي فكه الشيطان من الواضح ان دي هتكون نهايته. هي القوه المرعبه اللي عند زونشا دي. ولكن في الوقت ده اخبار اللي حصل بتوصل عند كايدو اللي بيكون متعصب بشده لانهم فقدوا الاتصال بجاك. وصحيح تم التخلص من جاك وهو مش بيأذي الفيل من تاني، ولكن خلاص زونشا كان اتصاب بالفعل وبقى مش قادر يرفع رجليه وبقى في حاله صعبه وكل شويه بيتأرجح يمين وشمال. فبيقرر تشوبر ان يعالج زونشا، وبالتالي هم يتاخروا عن انهم يروحوا للبيج مام، بس بيوافق لوفي على علاج الفيل الاول وبعد كده هيروحوا على هناك. وبيبتدي كل افراد الطاقم تقريبا مع مساعده قبيله المينك انهم يجهزوا الادويه والضمادات اللي هيتم استخدامها على زونشا، وطبعا هم محتاجين كميات كبيره جدا وده بسبب حجمه الكبير. لكن في الوقت ده نامي بتطلب من كاروت انها تدور على اي خريطه توديهم على جزيره البيج مام، وبيدرو بيكون معاه خريطه بس قديمه شويه ولكن من الواضح انها مش دقيقه قوي، وبيفكر كاروت وبيدرو انهم يروحوا معاهم علشان يعرفوا يوصلوهم. ولكن في الوقت ده نامي بتشوف حاجه غريبه قدامهم، والحاجه دي تبقى سحابه رعديه صامته، ودي عباره عن سحابه ضخمه بتظهر دون سابق انذار. وبتطلب نامي من لوفي انه يؤمر الكل بايقاف علاج الفيل لانهم لو كملوا هيكون مصيرهم الهلاك، وده بسبب السحابه الرعديه دي لانها بتبقى قويه قوي وهتسبب ليهم مشاكل حتى لو هم ما دخلوش جواها. وفي الوقت ده فعلا بيكون ما تبقى من الطاقم وقبيله المنك بيعالجوا الفيل، ولكن بيكون فات الاوان لانه خلاص العاصفه ابتدت تاثر عليهم، وبيكون جزء كبير من الناس اللي كانت بتعالج زونشا في خطر. ولكن لوفي وروبن بيقدروا انهم ينقذوا الناس دول، وبعد كده بيستعد لوفي للرحيل وبيجمع اكبر كميه من الاكل ممكنه. وفي الوقت ده بنرجع لكنمون اللي بيكون عاوز يقعد شويه في الجزيره هنا علشان يتكلم مع زونشا من تاني ويحاول يعرف منه هو ليه عايش بقاله 1000 سنه وليه خلال ال1000 سنه دول هو عمال يتحرك وهو عاوز يروح لايه بالظبط. فمومونوسكي بيتفهم اللي هو عاوزه، وملك النهار بيقول له انت تقدر تقعد هنا وانا احميك. وساعتها بيتقسم كل ابطالنا لاربع مجاميع. اول مجموعه بقياده ملك الليل رايحه تدور على العنقاء ماركو، وتاني مجموعه هي المجموعه اللي هتفضل في زو وهتروح على وانو في الوقت المناسب، ودي مجموعه ملك النهار ومومونوسكي. والمجموعه الثالثه هي المجموعه اللي هتروح لجزيره البيج مام وهيكون فيها لوفي وبروك ونامي وتشوبر وبوكموس. والمجموعه الرابعه هتضم الساموراي والنينجا وباقي افراد طاقم قبعه القش ولاو اللي هيروح على وانو علشان يبحثوا على حلفاء ويعملوا في خطط للقضاء على كايدو هناك، ولكنهم هيفضلوا مستخبين للوقت المناسب. وكل الفرق بتبتدي تستعد، وبالنسبه لفريق لوفي هيروح معاهم بيدرو علشان يساعدهم ويحاول ان يوقف بوكموس عند حده لو اتجنن فجاه. واوسوب بيعمل عصايه طقس جديده لنامي اللي بتكون اقوى وفيها مميزات مختلفه عن العصايه القديمه، وفيها ميزه جديده وهي انها ممكن تطول زي ما نامي عاوزه، وده هيخليها تستخدمها زي ما هي عاوزه. وبعدها فريق لوفي بيودع الباقي وبيروح لوفي ماسكهم وطاير بيهم من فوق زونيشا. ولكن في الوقت ده بنشوف مملكه الابستا من تاني بعد غياب طويل، وبنشوف الاميره فيفي من تاني واللي بتبقى بتبحر في البحر لاول مره هي ورجالتها ومعاهم ابوهم كوبرا اللي بيكون واضح عليه ان كبر في السن وبقى عجوز وعلى كرسي متحرك وحالته حاله. وفيفي بتبقى عماله تفتكر كل الاحداث اللي حصلت بينها وبين طاقم قبعه القش، وبتبقى عماله تفكر هل يا ترى هتقابلهم تاني ولا لا، وبتبقى لسه الى الان محتفظه بالعلامه اللي عملوها على ايديهم علشان يعرفوا بعض ويتفادوا قدره السيد اتنين. المهم انهم كانوا رايحين سوا على حاجه اسمها الليفيلي، وده حدث بيتعمل في ماريجوا كل 4 سنين. وبنشوف ان هناك وصل بالفعل بعض الناس المهمين زي سالي اسنت ونايت، ودي تبقى ملكه مملكه جوا. وباختصار الحدث ده هو عباره عن اجتماع ضخم بيحصل في ماريجوا بين اهم قاده العالم اللي بيوصل عددهم ل50 واحد واللي بيكونوا في كل بقاع الارض. ولكن الاجتماع ده يعتبر مهم جدا المره دي بسبب كل الاحداث اللي بتحصل من ساعه لما قبعه القش ظهر، يعني من ساعه بدايه احداث الانمي. وبنشوف بقى البلاد حوالين العالم وهي بتستعد زي بلاد وانو في الازرق الغربي او جزيره البرمائيين وشيراهوشي وهي بتستعد علشان تروح وغيرهم. نرجع لفريق لوفي اللي بيبقى في صني وبيكون بيستعد للابحار، ولكن ساعتها بيكتشفوا ان كاروت تسللت وراحت معاهم، وبيكون متضايقين ان كاروت معاهم وده لانهم شايفين انها ضعيفه وهم داخلين على حرب كبيره وخايفين عليها، ولكن بيكون مفيش حل تاني غير انهم ياخدوها معاهم. وبعد كده بنروح وبنشوف مملكه اسمها مملكه ساكورا، وبنشوف هناك الدكتوره كوريها الدكتوره العجوزه المجنونه اللي اتعرفنا عليها في اول احداث الانمي واللي كانت بترعى تشوبر. المهم انها كانت بتفتكر كل اللي حصل في المملكه وازاي تشوبر ساعدهم، وان لولا تشوبر كان زمانهم لسه تحت حكم وابل الشرير، وان ازاي المملكه اتطورت بعد ما خلصت من باتش وابل. وبمناسبه وابل بنروح وبنشوفه من تاني اللي بيبقى ملك مملكه درام السوداء الشريره، وبنكتشف ان بعد ما لوفي زمان اداله الشلوط وطيره فهو نزل في مكان مجهول في وسط غابه ما، وساعتها فضل ياكل اي حاجه تيجي قدامه من شجر واحجار وكله لحد لما خلص عليهم وراح على المدينه ابتدى ياكل فيها، وفضل يعاني الفتره واتقبض عليه وهرب وليله كبيره لحد لما في الاخر عمل المملكه اللي هو عملها دلوقتي وبقى ليه اعوان. ولكن في الوقت ده
ده بيجي ليه واحد من رجالته وبيقول له على اخر الاخبار، وهي ان المملكه اللي هو كان بيحكمها اللي هي ارض كوريها اللي كان اسمها مملكه دراب بقى اسمها مملكه ساكورا، ودولتون هيحضر الاجتماع الضخم اللي هيحصل بما انه هو الملك الحالي للبلاد. فبيتعصب وابل وبيكون عاوز يشوف طريقه يخلص بيه عليه. وبعد كده بنشوف مملكه دريس روزا اللي بتبقى بتستعد هي كمان انها تروح الاجتماع ده، ونفس الكلام مع مملكه بوردنس ودي بتبقى تحت حكم اليزابيلو الثاني، وده كان الملاكم اللي في الكولسيوم اللي ضربه واحده منه كانت كفيله تدمر اي حاجه. نرجع من تاني لطاقم قبعه القش وبيكون بيدرو واقف وبيراقب الاجواء، ولكن في الوقت ده بيترمى عليه واحده من الصحف اللي بيكون فيها اخر الاخبار، وهي ان تم ايجاد مقر الجيش الثوري وتم تدميره صدمه بكل المقاييس. وساعتها لوفي كان قاعد بيطبخ ولكنهم بيقولوا ليه الاخبار وبيكون مش مصدق، وخصوصا ان صوره سابو كانت في الصحف، وبينصدم اكتر لما بيشوف صوره ابوه دراجون في الصحف، وده لان دي اول مره يشوف فيها صوره ابوه، وبيكون مش متخيل ان ده شكل ابوه اصلا، وبيكونوا قلقانين على سابو ودراجون. ولكن بيدرو بيقول لهم لو كانوا اتسجنوا او ماتوا كان هيكون ده خبر مهم هينزل في كل حته في الصحف العالميه، ولكن بما ان مفيش حاجه زي دي معناه انهم بخير. ولكن في الوقت ده اثناء ما هما بيتكلموا السفينه بتولع، وده لان لوفي بيه نسى الاكل على النار فولع، ولكن نامي بتنزل سحب علشان تمطر على الحريق والوضع بيهدى، ولكن بسبب السحب دي الجو بيتقلب والبحر بيكون موجه عالي جدا وبيواجهوا وقت عصيب جدا اثناء الابحار. ومش دي المشكله الوحيده اللي بتقابلهم، لكن في مشكله تانية، وهي ان لوفي بيه بيخلص على الاكل بتاعهم كله في اول يوم، والاكل ده المفروض يكفي اسبوع. طب هيعملوا ايه طول الاسبوع؟ نرجع من تاني لزورو اللي بيكون الكل خايف على رابت، ولكنهم بيعرفوا انها راحت مع لوفي فبيطمنوا عليها لانها هتكون بخير. ولكن في الوقت ده الضوء بيكون قلقان من جاك حتى بالرغم من تدمير سفنه وانه المفروض في البحر، ولكنهم بيكونوا خايفين منه ومن انه يرجع من تاني. وبنشوف في الوقت ده جاك اللي بيكون مرمي في البحر الى الان، وطبعا مش عارف يتحرك بسبب ان من اكليه فكه الشيطان، ولكنه بيكون لسه حي يرزق، ومن الواضح انه بيعرف يتنفس تحت الميه وبيكون مستني العود. وبنشوف في الوقت ده كايدو اللي بتوصل له اخبار بفشل جاك في انقاذ دوفلامينجو وانه انهزم، فبيكون متعصب بشده لما بيعرف ان السبب في كل ده هو لوفي ولاو، وبيقول انا كنت عاوز اعمل جيش كبير من الناس اللي هتاكل فكه سمايل وهيكونوا اقوياء، ولكن بسبب لاو ولوفي حلمي اتدمر، وعلشان كده انا هقتلهم واخليهم عبره. ومن الواضح ان الجيل الجديد ده كله مقرف زيك كده يا كيد. وبنكتشف ان كايدو قدر ان يحبس كيد اللي بيكون في حاله صعبه، ومن الواضح ان تم تعذيبه لحد ما شبع. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده والاحداث الرائعه اللي بتنتظرنا؟ استنونا في الموسم ال19 من وان بيس واللي هو هول كيك ايلاند، والسلام.